ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لأعلى محتوى. لو انت مش تابعني على الانستجرام فهتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. فيلا بينا نبدا. يلا بينا. في سؤال محيرنا كتير جدا وموقف بيحصل معانا على طول وبنبقى مستغربين اللي هو يا ربي ده انا لسه كنت فاكر انا ايه اللي حصل. هو السؤال ده ليه بننسى اصلا؟ افتكر طبعا ان احنا ممكن نكون متجمعين في مكان وانا عايز اقول حاجه ففي واحد اتكلم الاول فانا سكت مستنيه يخلص كلامه، فلما خلص كلامه انا نسيت انا كنت هقول ايه. فتعالوا نفهم ليه بننسى اصلا ونحاول ان احنا ناخد الفيديو بشكل لذيذ. حياتنا اليوميه بيكون عندنا شغل كتير ومشاغل اكتر، زي الشغل، الجامعه، المدرسه، تربيه العيال، مش عارف ايه، ابصر ايه، كلام كتير قوي. وده طبعا ما ننساش الهموم والمشاكل لان دي الصحبه اللي مصاحباك يا باشا. يا ليتني كنت طقس حتى تسألونني عن أحوالي. كل ده بيخلينا مشغولين جدا، ولما بنكون مشغولين بحاجات كتيره جدا ده بيعرضنا ان احنا ننسى بعض من الحاجات دي. وننتقل لنقطه تانية ان احنا بنعيش في زمن سريع قوي. انت ممكن تمسك الفون بتاعك دلوقتي، تمسك تفتح شورتس او تيك توك، مش هتفرق، وتلاقي نفسك ان انت في ساعه زمن شفت لك بتاع 150 فيديو. فاللي هو انت بتأذي دماغك، اللي هو انت بتدخل لدماغك حاجات كتير جدا 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 من غير اي استفاده. يعني انا لو جيت دلوقتي بعد ما اتفرجت انت على 200 ولا 100 فيديو حتى ولا 50 فيديو وجيت، وده اللي بيخلينا اصلا مش قادرين نركز زي الحياه القديمه. ابسط مثال زي كده لما بتكون مثلا بتذاكر وهوب الموبايل بتاعك يجي لك اشعار، فبتقوم ساب اللي في ايدك وتقوم رايح للموبايل بص عليه شويه وبعد كده ترجع، انت شتت نفسك. وده اصلا اللي بيخليك تنسى الحاجات اللي انت كنت شغال عليها. وبرده في بعض الاحيان ان احنا بننسى عشان احنا مش مهتمين بالحاجه. ممكن تكون حاجه مش مهمه او احنا مش مستمتعين بيها او مش ماليش فيها، فاهمني؟ فبننساها بسهوله. يعني مثلا شفت واحد صاحبك جه قبلك، جيت سالته انت سؤال قلت له والله يا معلم احنا رايحين في الحته الفلانيه هتيجي؟ فيجي يقول لك اصل انا حصل معايا موضوع فلاني وعملت كذا وسويت كذا وعملت. يا حبيب قلبي ما دخلنيش في تفاصيل، هتيجي ولا مش هتيجي؟ فانا افترض جدا ان هو جه قال لي جاي او لا مش جاي، هتفرق معاه التفاصيل اللي قبلها؟ مش هتفرق، فلانها معلومات مش مهمه، فاهمني؟ ممكن برضو من الحاجات اللي بتسبب النسيان ان انت حياتك روتينيه، انت مش مستمتع بحياتك. انت بتصحى كل يوم الصبح، والله انا بصحى يا دوبك بمسك الموبايل شويه بفطر، بعد كده بنام، بعد كده مش عارف بعمل ايه بسوي ايه، خلاص عارف اللي هو حياتك بقت روتينيه ما بقاش فيها اي حاجه تخليك تعيش الحياه او تستمتع بحياتك. لو انا اتعودت على حاجه معينه فههمش اي تفاصيل صغيره، وبالتالي بننسى بسبب تكرار الاحداث ومفيش اي حاجه تخلينا او تجذبنا مثلا للحاجه دي. ممكن برضو في بعض الاسباب ان يكون في عوامل نفسيه زي الضغوط النفسيه والقلق والتوتر، واللي بيأثروا على قدراتنا على تذكر الاشياء. لما بنكون مضغوطين او في حاله نفسيه مش تمام فبنكون اصلا اكتر عرضه للنسيان. في الختام النسيان مش حاجه غريبه ومش حاجه غير طبيعيه، احنا كلنا بشر وكلنا بننسى في بعض الاوقات، بس اللي لازم نعرفه ان احنا لازم نكون اكتر وعي ونهتم بتفاصيل حياتنا عشان الاستمتاع بالرحله بيكون احسن 100 مره من الاستمتاع بالوجهه اللي انت رايحها ذات نفسها. فممكن نستخدم وسائل او اساليب تساعدنا في الكلام ده كله، زي ان احنا ندون الحاجات دي في نوت، وان احنا نمارس التمارين الذهنيه لتقويه الذاكره. وبس كده، دي تكون نهايه الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك. اشوفك الفيديو الجاي.